اخد كورسات ولا لا. احنا طبعا دلوقتي شايفين ما شاء الله ناس كتير قوي منزله بقى كورسات تاسيس ودورات تمهيديه للطلبه وافهمك والكلام ده كله. والله دي بتاعتك انت. انا بحس ان هو لو انت عايز تسلي اجازتك في حاجه بدل ما تروح تعمل حاجه غلط او تضيع وقتك في حاجه مش مفيده، تعالى اسمع يعني جست انت جاي تتفسح وتعرف على زمايلك وتقابل ناس من كليتك وكل الكلام ده. بس هل الكورس ده لو انت ما خدتوش هل انت ضيعت بقى كده وان انت كده مش متاسس وكل الكلام اللي انت بتسمعه ده؟ هشحك عليك يا صاحبي، مفيش الكلام ده. انت عادي هتخش الكليه، هتقعد بس اول شهر كده او اول اسبوعين الدنيا متعثره شويه في اللغه، بس بعد كده الدنيا هتلاقيها جت معاك. طيب كورسات بقى المواد نفسها، والله انت وطبيعتك. يعني انت لو شايف ان انت شخص بتلتزم تسمع محاضراتك في وقتها، بتقعد على الكتاب، استيعابك الى حد ما اسرع شويه، بتفهم الموضوع بسرعه واللغه بتاعتك كويسه، لا مش محتاج ان انت تاخد كورسات. لكن لو انت مثلا في الاول كده عايز تفهم نظام الكليه، عايز تحتك بناس اكتر، عايز دكتور ياخد ايدك كده، عايز دكتور يفهمك هتجاوب ازاي على الاسئله وكل الكلام ده. ولو اني بقيت شايف بصراحه تيمات الداتا سبورت وام دي ام بقوا كافيين ووافيين وبيعملوا يعني زيتون وملخصات. بس في النهايه انا عبد الرحمن شخصيا سنه اولى خدت كورسات في اول مديول فاونديشن 1 اناتومي وهيستولوجي، وفي المديول الثاني برضو فيسيولوجي وبايو خدت كورسات.